إذن مشاهدين قناة المحرر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نعود لكم في مدينة سيدي الطيبي، حيث أن كيفما الجميع عرف أن جريمة طفلة جيداء، فمشاهدينا الكرام الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل طفلة جيداء، فهنيئا ساكن الجامعة الطيبي على المجهودات اللي كيقوموا بها رجال الدرك الملكي هنا بجامعة سيدي الطيبي. مشاهدينا الكرام، فقاتل جيداء تعرف كنستعينو غير الكلمات اللي يخرجوا قانونيين، يخرجوا أمور مريقين. فمشاهدينا الكرام كيفما كتشوفو معانا، هذه هي الأجواء هنا. مشاهدينا الكرام، للأسف الشديد العائلة ديال الضحية لما عرفو أنه واحد من الأقارب ديالها اللي تم القتل ديالها، اللي تسبب في القتل ديالها، مشاهدينا الكرام حاولوا أنهم يمنعوا الصحفيين باش ما يوصلوش هاد المعلومة بالشكل اللي هو سيء. فكيفما كتشوفو معانا مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأهالي هنا بجامعة سيدي الطيبي كيلتحقو كيجيو باش يعرفو الأخبار ديال هاد الفاجعة اللي وقعت هنا في جامعة سيدي الطيبي. فعندنا معلومات حصرية وعلى قناة المحرر أن قاتل جيداء الاسم ديالو تقريبا الاسم ديالو الله يكبر بك السيد يخدم معنا في اليوم، هو اللي كاين ما يخدمش واحد من غيرو. سالين عالي يخدم. فكيفما كتشوفو معانا مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة المحرر، هذه هي الأخبار الجديدة. فتحية للدرك الملكي بجامعة سيدي الطيبي، فحاول أنه معي فتحية للدرك الملكي لأنهم حاولوا يلقاو المجرم في ساعات، في دقائق قريبة وساعات اللي هي معدودة. فمشاهدينا الكرام، للأسف الشديد كيفما كتشوفو معانا الأهالي ديال الضحية الضنينة كيلتحقو كيجيو. فكيفما كتشوفو معانا مشاهدينا الكرام، الأخبار العاجلة فمشاهدينا الكرام، هذه الأخبار العاجلة على قناة المحرر. كيفما وضحنا معكم العملية ديال إيجاد طفلة داخل حاوية الأزبال، فكذلك دابا كنبلغوكم أن السلطات خصوصا الدرك الملكي بجامعة سيدي الطيبي على قدم
الوثائق وفي دقائق معدودة استطاع أنه يحل ويفك اللغز ديال هاد الجريمة كما كتشوفو معنا مشاهدينا الكرام. فتحية للدرك الملكي جماعة سيدي الطيبي على المجهودات اللي كيقوم بها صراحة باش في الدقيقة 90 يحاول يلقى طفلة جيدة. فهاد الأمر كيبشر بالخير وكيبين أن جماعة سيدي الطيبين لديها مجموعة من الأمنيين هما رجال ونص بهاد المفهوم واستطاعوا أنهم يفكوا لغز هاد الجريمة البشعة في حق طفلة العمر ديالها اللي مكيتعداش أقل اللي مكيتعداش أكثر من 5